أيها الحضور الكريم، مضى عام على تنظيم النسخة الأولى للملتقى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة درعا فيلة، وها نحن اليوم نلتقي مجددا في موعد لم يكن لنا أن نتجاوزه لبحث ومناقشة واقع المقاولات الصغرى والمتوسطة بإقليمنا العزيز وفي الجهة بشكل عام، لما يحظى به هذا الموضوع من اهتمام كبير من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على حد السواء. وإنه لمن دواعي سروري وسعادتي أن أشارك معكم فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة درعا فيلة، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة بشراكة مع مجلس جهة درعا فيلة، عمالة إقليم زاكورة والمجلس الإقليمي لزاكورة. اليوم بعمالة الإقليم حضرنا الملتقى الجهوي الثاني اللي كتنظمه غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة درعا فيلة وبشراكة مع جهة درعا فيلة والمجلس الإقليمي لزاكورة وبحضور السيد عميد الإقليم، واللي عرف واحد العدد ديال المداخلات قيمة في إطار ترجمة الشعار اللي ترفع في هذه الدورة هذه الفعل المقاولاتي بالجهة وبالإقليم ديالنا بين تحصيل المكتسبات وبين أيضا الآفاق المستقبلية. وكان واحد العدد ديال المداخلات قيمة من خلال واحد 3 ديال لي بانيل، وكان أيضا واحد التفاعل مهم من خلال المقاولين اللي حضروا بكثافة لهذا اللقاء واللي طرحوا واحد العدد ديال الإكراهات والتحديات اللي كتعاني منها المقاولة داخل الإقليم ديالنا، عبارة عن تساؤلات وعبارة أيضا عن إشكالات اللي هي كتطرح. وكان تفاعل قيم، ونتمنوا أنه المخرجات ديال هذا اليوم هذا القيم نتمنوا أنها تترجم على أرض الواقع في إطار تراكمي وتحسين الدورات اللي جاية مستقبلا.